السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي سهيلة اكسبيرينس 15. عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد قوي قوي، هيبقى قوي قوي على القناة. هو فيديو مختلف شوية عن باقي الفلوجات والفيديوهات اللي قبل كده. في فكرة يعني حماسي كده وهيكمل معانا ان شاء الله. ده المفروض ان هو بارت 1 من تحدي جديد اسمه 30 day challenge ب different challenges every day. تمام؟ هو عبارة عن ان انا عاملة تحدي الشهر ده، شهر 7، 30 يوم فيهم 30 تحدي مختلف، كل يوم عن اللي قبليه تحدي مختلف خالص ملوش علاقة باليوم اللي قبليه. والنهارده ده day 1 من 30 day challenge. هوريكم دلوقتي اللوحة اللي انا عملتها اللي علقتها عندي جوه في الأوضة عشان كل يوم اشوف التشالنج اللي عندي اللي بعد كده. ده اهو. ودي 1 النهارده المفروض ان انا اعمل مشروب صيفي منعش. فخلينا نشوف مع بعض كده اهو اقتراحات. مثلا انا فتحت التيك توك وكتبت عايزه اعمل مشروب منعش كده صيفي كده يروق عليا في عز الحر ده، اليومين دول صعبين قوي. فخلينا نشوف مع بعض ظهر ايه. ليكي برا جنون البرد شلع ورقات الوردي، لا تروحي رح تتلج بعد، خليكي الليلة عندي بخبيكي المصوات الرعد، غفي عينيكي حدي بخبيكي المصوات الرعد، غفي عينيكي حدي عزندي وبفرش لك وردي، خبر عن سر جنوني. طيب بصوا كده، هي مبدئيا استخدمت مكونات سهلة، يعني استخدمت في بتعمل بلو بيري وسبرايت وتلج وليمون وممكن نعناع. تمام. انا الصراحة مش عايزة ازود في موضوع المشروبات الغازية وكده عشان انا بيقلب لي المعدة. ف ممكن اشوف فيديو تاني لو عجبني، تمام. لو خلاص ما ظبطش الفيديوهات اللي بعد كده هرجع لده. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. حلو ده. في برضو ده يمكن ليموناد، سبرايت برضو. استخدمت عصير برتقال تقريبا او فراولة، حاجة زي كده، مخدش بالي. فانا عجبني اللي هو الفيديو اللي كان فيه الايس كريم، يعني ميكس، اللي هو ان انا بدل ما اكل ايس كريم كده ومعايا مشروب، لا يعني الاتنين مع بعض، يعني عاملين كده ميكس كده من اشكال يفجر كده. فبفكر ان انا اجيبه. يعني مثلا هي مستخدمه ايس كريم ليمون، ما اعتقدش ان انا عندي ايس كريم ليمون هنا، فممكن اجيب مثلا اللي هو ميكس بيريز او اجيب بالفراوله. تمام. وبدل ما اجيب البلو بيري عشان ما اعتقدش ان هو هيبقى ميكس حلو، يعني ان هو بلو بيري مع ميكس بيريز وفراوله، فممكن اجيب ايه، بينك ليموناد، هيبقى منعش برضو، يدي كده فوقان. مش عارفه، بس حلو. انا عجبني اللي هو الفيديو التاني ده اللي كان فيه ايس كريم، يعني انا ممكن استخدمه. هنزل اجيب الايس كريم والمشروب لو لقيته يعني، ونعمل المشروب سوا. استنوني. تعالوا بينا يلا نشوف العصير المنعش الصيفي ده هنعمله ازاي، او مش عصير يعني الخلطة العجيبة دي. تعالوا نشوف. انا جبت اهو ما لقيتش بقى للاسف بينك ليمونات او فراولة، للاسف الشديد جبت بلو بيري. تمام كده نعمل مع بعض. معلش انا مزومة شوية. جبت طعم الميكس بيري عشان يبقى توت كده. تمام اهو. ليتس جو.
معلش مش هعرف اظهر قوي، فهو هيظهر الكوبايه بس. جبت كوبايه اهي صغننه خالص. نجيب بقى الايس كريم طبعا من المكان اللي المفروض نمسك عنه. تمام اهو، نحطه كده ونجيب حاجه ساقعه. بسم الله. اوه لونه ازرق. اوه ماي جاد. المفروض ان احنا بنقلبه كده اهو، مش عارفه ملجلجه شويه. بسم الله. يا نهار ابيض، طعم التوت مع الفراوله والتوت بتاع في، لا 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 يا نهار ابيض، حاجه في السما بجد. لازم اعتمد المشروب ده بجد والله العظيم، بجد لازم اعتمده. يعني اي مكان هروحه هيبقى معايا كده بتاع، اي ازازه فاضيه بلاستيك على الاقل، واجيب الايس كريم والحاجه ساعه واحطهم الاتنين مع بعض. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. صب تاني. يا على الجمال، حتى الصوت. رهيب يا جماعه اهو، لا بجد تحفه. انا عايزاكم تجربوه بنفسكم، يعني انا مش هقول كده من فراغ، تجربوه بنفسكم وتقولوا لي تحت في الكومنتات رايكم ايه بالظبط، عشان بجد بتاع المشروب رهيب رهيب. وبس كده خلصنا داي 1. استنوا داي 2. رجعت لكم بداي 2 بعد ما خلصنا داي 1 امبارح، اللي هو ان انا اعمل مشروب صيفي. داي 2 تقريبا كان كاتب لي ان انا اعمل دوبلاج بصوتي على فيلم كرتوني. حاسه انا مش جاهزه، يعني هتبقى اول مره في حياتي ان انا اعمل دوبلاج بصوتي، يعني مش عارفه المهم قلت لماما انها تقترح لي بعض الافلام كده اهو، وانا هختار منها عشوائي. تمام. فبعض الافلام كان منهم تقريبا توي ستوري وسندريلا وايه تاني وفروزن وعلاء الدين، حاجه كمان انا مش فاكراها. المهم انا عملت سبين ذا ويل من على جوجل، حطيت الاسامي كلها هيظهر لكم دلوقتي، وعملت خليته يختار لي عشوائي. طلع لي تقريبا كان طالع لي سندريلا. لا مش حاسه خالص. تمام خلينا بقى نشوف دلوقتي نشوف. انا برضو لقيت تقريبا فيديوهين يعني كويسين الى حد ما، فخلينا نسمع كده مع بعض. يو عايزين ايه تاني؟ سندريلا يظهر الفستان لازم يستنى. تمام. هو طويل في سيكا، يعني انا ممكن اعمل مثلا 10 ثواني 15 ثانيه كده، مش كتير قوي يعني، عشان يعني اتحرج قوي الفيديو التاني. مش مهم، وايه يعني حفلة ملكية؟ اكيد هتكون مملة وبايخة وفي منتهى الجمال. حسيت ان ده حلو يعني لحد ما كويس، يعني مش التاني اللي بتتكلم فيه كتير، يعني ده مدي كده لحظة شعورية كده جميلة، فقلت اما هجربه يعني هجرب. خلينا نكتب الكلام اللي هي قالته، يعني هحاول انا مع نفسي مرة كده بعد كده هطلع اقول. بصوا انا كتبت الكلام اهو، انا مالكوش دعوة بالباقي. كتبت الكلام، هحاول اتدرب عليه كده واشوف، عشان مش عارفه. خلينا كده اشوف. let's go. مش مهم، وايه يعني حفلة ملكية؟ اكيد هتكون مملة وبايخة وفي منتهى الجمال.
ايه رايكم؟ لا بامانه ايه رايكم؟ مش عارفه المفروض اعملها مره تانية ولا ايه، بس انا حاسه انها كويسه يعني. قريت من هنا بقى، ما استخدمتش اي حاجه على فكره. قولوا لي رايكم في الكومنتات بامانه والله، يعني هاتوا كده اللحظه اللي انا قلت فيها واكتبوا لي في الكومنتات تحت سوسي ايه تمام في الدوبلاج ولا ايه، مش عارفه بالظبط. يعني بفكر ان انا اشوف حاجه تانية بدل سندريلا، مش عارفه يعني، اشوف كده لو في اقتراحات من تيك توك تانية هشوف، عشان مش عارفه بس انا حاساها كويسه لحد ما، يعني ممكن 8 من 10 كده ولا حاجه. هو انا لقيت فيديو تاني بس بالانجلش، يعني دوبلاج انجلش، ممكن اجربه يعني، نديها فرصه كده ونجرب مع الدوبلاج الانجلش. خلينا نشوف. Everything was perfect. Abuela was happy. The family was happy. You want to be a better sister? Apologize for ruining my life. Go on. Apologize. I am sorry. That your laugh is so great. Wait! Fine, I apologize. I wasn't trying to ruin your life. Some of us have bigger problems, you selfish, entitled princess. Selfish? I've been stuck being perfect my whole entire life. And literally, the only thing you have ever done for me is mess things up. Nothing is messed up. حاسه هيبقى حلو يعني، حاسه المره دي هيبقى حلو يعني. خلينا نجرب الانجليش كده نشوف. انا هختار الحته البنت اللي هي Everything was perfect. دي، اللي هي دي هجرب معاها كده اشوف. هكتب الكلام واحفظه كويس بعد كده نشوفه مع بعض. اديني كتبت اهو كلام كتير شويه وهي بتقوله بسرعه، ف يلا بينا يلا. بصوا يعني انا عشان مش عارفه الثواني او مش عارفه اقول امتى او كده، فانا هوطي الصوت خالص واعمله انا بصوتي عادي، بس هحطه هنا اهو تمام اهو، هحطه هنا ليه؟ عشان اعرف بس الثواني يعني هتقول امتى او كده تمام. متوتره سيكا، خلينا نحاول مع بعض كده. مش عارفه اخلي ده قدامي ولا هي عشان هتقول، مش عارفه. يلا 3 2 1. Everything was perfect. Apollo was happy. The family was happy. You wanna be a better sister? Apologize for ruining my life. Go on. Apologize. I am sorry. That your laugh is so great. Wait. Fine, I apologize. I wasn't trying to ruin your life. Some of us have bigger problems, you selfish. Selfish? I've been stuck being perfect my whole entire life, and literally the only thing you have ever done for me is mess things up. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ لا بامانه يعني مش عارفه الانجليش ولا العربي احلى، بس انا حاسه الانجليش يعني، انا من رايي انا الانجليش احلى، بس مش عارفه انا عملت كويس ولا ايه. اكتبوا لي برضه تحت في الكومنتات، يعني عايزه اشوف يعني لو الموضوع ماشي كويس ممكن اتدرب زياده مثلا او كده واروح اشوف ورش بقى محتاجين دوبلاج او كده. حاسه انا محرجه سيكا، بس لا انا شايفه كويس، انا شايفه الموضوع كويس لحد ما كويس كده. خلصنا التحدي التاني بتاع داي 2، شوفيني بقى في داي 3. باي. رجعت لكم بداي 3 بعد ما خلصنا داي 2 امبارح، والنهارده تحدي جديد واللي هو الحاجات اللي انا ممتنه بيها في حياتي. بيجي الانسان لحظه كده ويقعد يفكر في الحاجات اللي هو متسخر ليها او الحاجات اللي موجوده في حياته، فبيقعد يقول يا
سلام انا عندي كذا وكذا 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 والحمد لله وشكرا يا رب ويأدي عبادته. تمام. فانا قررت النهارده نسبة الى بعض العلماء اللي عملوا تجربة كده انه يخلي الانسان يكتب على الاقل 3 حاجات في يومه، الحاجات اللي ممتن بيها وفعلا اثرت على النفسية وحالة الشخص اللي بيكتب الحاجات دي كل يوم، وانها بينصح بيها بعض الاخصائيين النفسيين يعني ان الناس تكتب حاجات ممتنة بيها كل يوم على الاقل 3 أو 4 حاجات. فالنهارده انا جايه بتحدي ان انا اكتب الحاجات اللي انا ممتنة بيها، بس هيبقوا 10. فيلا بينا نتابعوا الفيديو. تعالوا بقى نكتب مع بعض اهو الحاجات اللي انا ممتنة بيها. رقم واحد ممكن يكون صحتي. اللي خلاني افكر في كده ان الصحة هي حرفيا عمود الانسان، او هي الحاجة اللي مخليه عايش. صحته. في بعض الناس يعني هي عايشة بس في بعض الناس صحتهم متدهورة، عايشين في المستشفيات كل يوم بياخدوا علاج، تعبانة، ناس تعبانة قاعدة على السرير ما بتحركش. فالصحة دي هي جزء اساسي من الانسان او من الحياة اللي هو بيعيشها. من غير الصحة او من غير امتنان للصحة ما مفيش خلاص، مفيش صحة. فبالتالي انا ممتنة لصحتي قوي، هي اللي معيشاني، هي اللي انا بتحرك بيها، اللي انا عايشة بيها، حرفيا عايشة بيها. فانا ممتنة لصحتي قوي. تاني حاجة بقى رقم 2 عيلتي. العيلة برضو هي جزء كبير من الحياة، ان انت معاك شخص او معاكي شخص بيحتويكي، بيخاف عليكي وبيأمن كده حياتك لحد ما تكبري. ايه تاني مثلا؟ السند. لو في مشاكل بيحاول يعرف، الشخص الكبير ده بيحاول يعرف منك ايه اللي حصل، ايه المشاكل اللي ممكن يحلها. وطبعا عشان العيلة فيها طبعا اختلاف في الاعمار، فممكن اللي عنده نصايح، اللي عنده خبرة اكتر ممكن يديكي، ممكن يعرفك. وطبعا العيلة برضو جزء اساسي من بناء الشخصية بعد كده، ان انا عندي حد بيدلني بيرشدني للصح. فالعيلة طبعا انا ممتنة ليها قوي، وبشكر عيلتي على كل حاجة بيعملوها معايا دايما، اذا كان اي حاجة حتى لو صغيرة. يعني مثلا اختي تجيب لي ازازة مية، بشكرها، يعني من غيرها طيب هعمل ايه؟ عادي، يعني ممكن اكون مكسلة، ممكن اكون تعبانة في حالة مرض، وبرضو في حالات المرض برضو هم جنبك، هم سند ليك، هم بيحتووك، هم شايلينك فوق راسهم حرفيا. فلا، العيلة دي انا ممتنة ليها قوي حرفيا. تالت حاجة بقى ممكن اكون ممتنة ليها، اللي انا ممتنة بيها برضو السرير هو حرفيا كل حاجة. انا بالنسبة لي انا كل حاجة. هو يعني هو يعتبر الحاجة اللي انا ممتنة بيها قوي، يعني هو ماي فيفورت الصراحة. لان السرير يعني ولا بيشتكي ولا بيقول اي ولا جعان ولا عايز اي حاجة. انا بس بخش تعبانة مش قادرة طول اليوم، مثلا كنت برا او كده، رجعت تعبانة، ممكن اخش انام لي 2 ساعات عادي، ما بشتكيش اي حاجة، وبصحى اخش انام في الوقت اللي انا عايزاه، امدد شوية، اريح، اخد غفوة كده. لكن السرير حرفيا حاجة ممتنة ليها قوي انها عندي، لان البعض ما عندوش طبعا، يعني ربنا يرزقهم يا رب. فالسرير ده بالنسبة لي يعني كل حاجة. بالنسبة للبعض برضو ممكن يكون في ناس كتير قوي يعني حابة سريرها وحابة انها ترتاح عليه
وحرفيا انا بعشقه. انا السرير تالت حاجة انا ممتنة بيها. رابع حاجة ممكن اكون ممتنة ليها الأجهزة. ممكن والله نكتب الأجهزة. الأجهزة يعني أو التكنولوجيا عموما هي وسيلة، حرفيا وسيلة لأي شخص عايش دلوقتي في العصر الحديث. يعني أكيد مش عايش في العصر الحجري، يعني هي وسيلته الوحيدة ان هو يتواصل مع باقي الناس. يعني حتى لو بتليفون صغير قد كده، نوكيا صغير قد كده، هي دي وسيلته، ده جهاز. فانا بالنسبه لي برضو الاجهزه يعني حاجه مهمه ان انا اتواصل بيها مع صحابي، مع اهلي لو كانوا برا. اعمل ايه تاني بالاجهزه؟ اتسلى عليها، ابلكيشنز وكده. فلا، الاجهزه والتكنولوجيا عموما انا ممتنه ليهم برضو، لان هما الوسيله اللي انا بتواصل بيهم مع اصحابي في ايامنا دي. تمام، ده كان رابع حاجه انا ممتنه ليها. تعالوا بقى نشوف خامس حاجه. مش عارفه بقى ايه خامس حاجه ممكن اكون ممتنه ليها. عرفت. بالنسبة لي يعني، او عشان انا مسلمة وكده، هي العبادة عموما. ان انا وهي عبادتنا موحدة، يعني ان احنا نقيم الصلاة. فبالنسبة لي ان انا اقيم الصلاة دي رضا، حرفيا رضا ان انا امشي على الطريق الصح، طريق الهداية اللي ربنا كتبه لنا. انا ممتنة حرفيا لانها بتريحني وبتخليني في حالة اطمئنان ونفسيا كده وداخليا حاسة بفرحة وسعادة. لا يعني الصلاة هي جزء طبعا مننا. فبالنسبة لي إقامة الصلاة أو إن أنا أقيم الصلاة في مواعيدها من غير تقطع أو كده، حاجة أنا ممتنة بيها طبعا. وأي حد مسلم يكون ممتن بيها. حتى الديانات الأخرى أكيد ممتنين إن هم عندهم عبادة واللي هي ده الطريق بتاعهم الصح والإرشاد الصح من ربنا. ده كان خامس حاجة من الحاجات اللي أنا ممتنة بيها. تعالوا نشوف سادس حاجة. سادس حاجة ممكن مناسبة يعني بالصحة وكده، الرياضة أو الجيم عموما. الرياضة أو الجيم عموما هو نسبة للصحة هو مفيد. يعني هو مع الأكل طبعا هو بيساعد الصحة. فأنا بالنسبة لي الرياضة أو الجيم أو كده هو بيخليني أعيش لأطول مدة ممكنة. يعني بعد كده الرياضة مفيدة، الحركة، حتى الحركة نفسها مفيدة. ان انا مثلا اقوم انضف الشقة او اقوم انزل اتمشى شوية في مكان عام كده او حتى على البحر. هي اي حاجة بتحرك فيها هي مفيدة. تمام. فانا ممتنة طبعا للجيم او الرياضة لان هي اللي بتساعد ان انا صحتي تكون كويسة وصحتي متبارك فيها وكده. دي سادس حاجة انا ممتنة بيها الصراحة. الجيم قوي 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 بيساعدني. فدي كانت سادس حاجة انا ممتنة بيها. تعالوا نشوف سابع حاجة انا ممتنة بيها. انا اكون ممتنة لنفسي، لنفسي او لشخصيتي، لان هما برضو جزء مني. انا ما اقدرش انكر ده. يعني كل واحد اكيد ممتن لنفسه وشخصيته، ان هو عنده شخصية محددة ليه، بيعرف
يتفاعل بيها، يعيش بيها حياته ولنفسه. يعني يعني النفس دي برضو حاجة مهمة، ان انا اعرف نفسي وان انا اعرف اتحكم في الحاجة، وان انا اعيش باللي انا حاسة بيه واللي انا معتقدة بيه. ده انا، واكيد محدش ممكن يقدر ان هو ينكر نفسه. فدي الحاجات اللي انا ممكن اكون ممتنة ليها قوي، لان هي تعتبر جزء مني برضو، هي بتكملني. انا ممكن اكون عايشة من غير شخصية ومن غير نفسي ومن غير ما اعرفها، فعايشة كده كائن عادي بياكل ويشرب وينام ويصحى، ولو ايام المذاكرة بيذاكر، لا بيتفاعل مع حد ولا بيتكلم مع حد ولا ليه علاقة باهله ولا اصحابه ولا اي حاجة. كائن عايش مسالم، بس مش حتى مش مسالم هو ولا اي حاجة. فالنفس والشخصية حاجة انا ممتنة بيها برضو، ان انا ابقى عارفة نفسي وعارفة شخصيتي واكون متقبلة كل حاجة فيا، حاجة مهمة. فدي برضو كتبتها في الليستة بتاعت الحاجات اللي انا ممتنة بيها. هنشوف 8 حاجة ممكن اكون ممتنة بيها. الاكل. يعني 8 حاجة ممكن اقول عليها هو الاكل. يعني الاكل ده حرفيا نعمة. يعني انا بعشق الاكل، انا كائن بيعشق الاكل. يعني ممكن تشوفوني على مليان شوية، بس انا حرفيا بعشق الاكل. ف الحاجات اللي انا ممتنة بيها الاكل طبعا. او مثلا يعني مثال صغير، انا كسهيلة يعني او كأنا بحب لما اجي اعمل انا الاكل بايدي واجهزه واخلصه وكل حاجة، واجي انا اكل. يا لهوي على الاستمتاع، يا لهوي على الراحة، يا لهوي على كل حاجة. حرفيا انا بحب قوي الشعور اللي هو ان انا اعمل حاجة وبعد كده اخلصها انجزها، اكون كأني باخد جايزة، كأني بستلم جايزة، اجتاز عليها فاكلها. يا لهوي، اعمل حاجة واكلها، يا نهار ابيض. بعشق الاكل. فدي الحاجات اللي انا ممتنة بيها برضه. طيب 9 حاجة انا ممتنة بيها. تالت حاجة ممكن اكون ممتنة بيها، ممكن من بعض الاهل الصحاب. ممكن من بعض الاهل الصحاب، صحابي، ان انا يكون عندي صحاب، وان انا صداقات كتيرة قوي، ومعايا ناس فهماني من بعد عيلتي طبعا. معايا ناس فهماني وبتحبني وبتراعيني وبنضحك سوا، ولو في مشاكل بنحلها سوا وبنلعب ونهزر. يعني الصحاب ده او فكرة ان انا يكون عندي ناس غير عيلتي، عشان ما اقعدش امل من العيلة وكده واطفش وبتاع، ان يكون عندي صحاب قريبين مني وكده. لا يعني فكرة الصحاب برضو انا ممتنة لصحابي قوي، ممتنة لكل شخص في حياتي ساعدني ووقف جنبي وحبني ومتقبلني. هما يعتبروا كل حاجة من بعد نفسي واهلي. ف ده كان 9 حاجة من الحاجات اللي انا ممتنة ليها. فاضل اخر حاجة، مش عارفة بقى، 10. مش عارفة بقى تكون ايه. ممكن تكون ايه؟ ممكن مادام قلت شخصيتي ونفسي كأنا، ممكن اقول مهاراتي او الحاجات اللي انا بعملها. مش عارفة تفهموها ولا لا، بس ممكن اقول مهاراتي قدراتي. ايوه هي قدراتي، ايوه هي كلمة قدراتي. المهارات يعني على الاقل لازم يكون كل انسان يكون عنده 15-10 مهارات اللي هو متميز بيها، الحاجات اللي الانسان متميز بيه.
ممكن الطبخ، ممكن يكون متميز بالطبخ، ممكن يكون مهارته الرسم، متميز بالرسم، ممكن طريقته في تعلم اللغات. في ناس يعني حرفيا تستغل مهاراتها في انهم يطلعوا على السوشيال ميديا يقدموا مهاراتهم او يستغلوها بطريقة صح وقدراتهم وكده. في ناس متميزة، في ناس كتير بحسهم يعني لما بتعرف عليهم كده بيبقوا مميزين لانهم عندهم مهارات، سكيلز، عندهم مهارات وقدرات. انا بالنسبة لي ممتنة لمهاراتي اوي. انا عندي مهارة مثلا التواصل، ان انا اتواصل مع الناس واعمل صداقات ويعني كده فاهمين. ممكن دي الحاجات اللي انا ممتنة بيها. او مثلا مهارة ان انا بعرف ارسم، مهارة حل المشكلة، ان انا احل مشاكل صحابي، مشاكل عيلتي. انا على فكرة بعرف احل مشكلات العيلة قوي وبيحتاجوني كتير. انا حرفيا ممكن دي اخر حاجة ممكن اكون ممتنة ليها، ان انا اكون ممتنة لمهاراتي وقدراتي وطريقتي انا. وبس دي كانت 10 حاجات انا ممتنة بيهم في حياتي. يعني انا الصراحة مبسوطة، انا حاسة ان انا استريحت كده لما كتبت الحاجات اللي انا فرحانة بيها. ممكن ده يكون جزء بسيط من السعادة بس حرفيا بيفرق. يعني اي حاجة ممكن تحسوها قليلة او ملهاش لازمة، لا ممكن يكون ليها لازمة. ممكن تسألوا حتى لو مش حاسين الفكرة قوي، ممكن تسألوا على جوجل او جيميناي او كده. ممكن دي حاجات صغيرة تفرق في النفسية او تفرق في التعبير. ان انا يكون معايا ورقة وقلم واقعد اكتب الحاجات اللي انا ممتنة بيها والرضا التام بالنسبة لي. لا انا شايفة ان دي فكرة حلوة. من دي ممكن تكون من احلى الافكار اللي انا حطيتها في لستة ال 30 day challenge. ولا ارتحت الصراحة، ارتحت. وبس ده كده نهاية الفيديو بتاع day 3 challenge 3. استنوا challenge 4 بإذن الله بكرة.